السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وسلام يا رب. اليوم يا شباب جايب لكم طريقة لحل مشكلة الخروج المفاجئ من برنامج البيكس آرت. طبعا المشكلة يا شباب في النسخة المفعلة الجديدة المفعلة، لكن إذا أنتم منزلين النسخة من المتجر فما راح تواجهكم هذه المشكلة إطلاقا. إن شاء الله بإذن الله في هذا المقطع راح نحل المشكلة، والمشكلة بسيطة جدا وما تحتاج أي شيء أو تعب. فإذا أنت تواجهك هذه المشكلة أتمنى أنك تتابع المقطع للنهاية، لأنه في الأخير هو يعني فائدة لك أو راح تستفيد منه بعض الشيء. يعني قبل لا أبدأ بالشرح وشرح الطريقة يا شباب، أتمنى منكم يا شباب أنكم تدعموني بالاشتراك، والكلام هذا دائما بكرره يا شباب في كل المقاطع. أدعموني يا شباب باللايك والاشتراك وكل شيء يا شباب. أدعموني بالقناة هذه يا شباب، أتمنى دعمكم وشكرا لكم. وحاب أشكر أخي العزيز عزوز لدعمه لهذه القناة، فشكرا لك حبيبي من أعماق القلب صراحة، شكرا لك. وأتمنى منكم يا شباب كلكم تروحوا عنده بقناته وتكتبوا له من طرف الزعيم وليد. الآن خليكم مع المشكلة، لقطة من المشكلة اللي في برنامج البيكس آرت، وبعدين نرجع ونشوف وش راح نسوي عشان نحل هذه المشكلة. خلوكم مع المقطع، فتابعوا المقطع للآخر وحطوا لايك واشتراك يا شباب. كثرت عليكم لكن معليش. والآن يا شباب مثل ما أنتم ملاحظين أنا حاليا بالمتجر. طبعا أول خطوة نروح للمتجر، وبعدين نكتب يا شباب، نجي على قائمة البحث ونكتب هذا النص يا شباب. لاحظوا واحفظوا اسم البرنامج اللي راح ننزله يا شباب. بعدين نروح يا شباب على بحث. مثل ما أنتم ملاحظين أنا منزل البرنامج طبعا عندي. فبعد ما تنزلوا هذا البرنامج يا شباب تخشوا على البرنامج، ومثل ما أنتم شايفين برنامج البيكس آرت موجود حاليا. بعدين تروحوا يا شباب على كلمة زائد، بعدين تجوا وتضيفوا أي برنامج حابين أنكم تضيفوه في هذا البرنامج. طبعا انزلوا تحت شوية كذا لما تحصلوا مثلا التطبيق اللي هو برنامج البيكس آرت، بعدين سووا له إضافة. سووا له إضافة ينضاف عندكم على طول هنا في الشاشة. بعدين كذا يا شباب تخشوا على برنامج البيكس آرت، فإن شاء الله بإذن الله ما راح تواجهوا أي مشكلة بالبرنامج. في إعلانات كذا تحاولوا أنكم تتخطونها يعني. وبعد كذا يا شباب يدخلكم على برنامج البيكس آرت، وتقدروا يا شباب أنكم تستخدموا البرنامج بشكل جدا يعني ما في أي مشاكل. خلوا بس يعني يتأخر شوية، أول مرة يتأخر، هو لما تجي تفتح البرنامج يتأخر معك، لكن بعد كذا تقدروا أنكم تستخدموا البرنامج بكل سلاسة وكذا وما تواجهكم أي مشاكل إن شاء الله بإذن الله. فإذا ضبطت معك المشكلة أتمنى منك أنك تدعمني بلايك واشتراك، وكمان اكتب لي تحت بالتعليقات إذا نفعت معك الطريقة أو ما نفعت.